السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة مع فيديو جديد هنعمل حاجة بسيطة قوي. طبعا احنا كلنا طالعين من رمضان زهقانين من الأكل وعايزين حاجات خفيفة كده في العشاء بقى. غدا براحتكم خالص يعني، بس هي حاجة خفيفة هنعملها مع بعض جميلة. وبيني وبينك يعني احنا لو جبناها من بره هتبقى يعني تكلفتها كتيرة لما نجيب لينا كلنا، لكن هنا لو في البيت عملنا صينية ولا صينيتين حسب العدد الموجود هنقدر ان احنا نوفر فيها كتير جدا، وسهلة جدا وبسيطة. وما تقوليش بقى هي تعرفيش هي بقى بتاع ده بيتزا، جلاش ماشي، فطيرة، يعني فطيرة. كل الحاجات دي ممكن تقولي عليها، لان هي يعني جميلة جدا في النهاية. انا مش عارفة اوصفها، وحاجتها كويسة وسهلة جدا قوي. بصي بقى، هناخد بيضتين، هنجيب بيضتين ونحطهم في بولة كده ونضربهم بشعرة ملح كده، وهنحط عليهم كوباية لبن، دي التشريبة بتاعتنا، وهنحط عليهم معلقتين سمنة ومعلقتين زيت. بس دي التشريبة بتاعتنا اللي هنعملها للصينية بتاعتنا الجميلة اللي هتشوفوها دلوقتي. هنعمل ايه تاني؟ هنروح راكنين بقى التشريبة دي ونحط عليها شعرة بيكنج باودر. دي هتبقى تشريبة في منتهى الجمال لحاجة كده. والله الصينية دي لو جبتيها من بره مش اقل من 200 جنيه. يعني عايزة تعملي واحدة تعملي اتنين حسب عدد الأسرة، تبقى عشوة في منتهى الجمال ومغذية جدا. فيها بيضتين وكوباية لبن، يعني فيها حاجات حلوة ومغذية جدا. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الصينية بتاعتنا. قبل ما نجيب الصينية بتاعتنا هنجيب نص كيلو جلاش، نص كيلو جلاش، ونروح ماسكينه اللفة ملفوفة كده، بس يكون فك بقى من الفريزر او لسه جايبينه طازة، وات ايفر زي ما انتوا عايزين. بصوا، وتروحوا مقطعينه كده زي ما انا عاملة كده. حاجة سهلة 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 سهلة. لو حتى بقى عندك جلاش مثلا بايتة او مفرولة شوية ولا بتاع، كل ده مش هيفرق في حاجة. ليه؟ لان هي اصلا هتتعمل بالطريقة المقطعة دي، مفيش فيها اي حاجة يبقى فيها مشكلة. تمام. وانا جايبة طبعا عندي هنا نص او ربع كيلو لحمة، او عندك شوية لحمة اصلا مفرومين. حطيت عليهم حتتين، كام حته بسطرمه كده وقرن فلفل وانا بعملها مع البصل. وبعد ما خلصت كده قبل ما تخلص حطيت عليهم كام حته بسطرمه كده يدوا طعم جميل كده وتيست للحمه المفروم. هنحطها كده ونستنى ونشوف. نجيب الصينيه بتاعتنا، هنحط فيها معلقه من التشريبه بتاعتنا دي كده بسيطه، بس هي كمان هتنزل عليها فمش يعني لازم قوي. وهنبعد دي كده شويه ونحط صينيه متوسطه، ونروح جايبين بقى ده كده وننكته كده يعني، او ننكتيها بعد قبل ما تعمليها يعني فرفطيها. ننكتيها يعني فرفطيها كده اهي. فرفطي بقى كده، فرفطي كده وحطي بقى كده، ما تسيبيهاش مقفوله مع بعضها، لا كل واحده تمسكيها تفرفطيها 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 خالص كده، وتحطي بقى كده لحد ما تقفلي الصينيه من تحت، علشان احنا هنعملها على جزئين. نحط الحشوه في الوسط، وبعد كده نحط ايه الجزء التاني اهي. افردي الصينيه وظبطيها بحيث يبقى ايه الجلاش نصه تحت ونصه فوق اهي. تبقى حاجه والله، هتبقى حاجه تحفه تحفه جميله، طعمها جدا على فكره حلوه قوي، احلى من البيتزا واحلى من الفطيره. حاجات طعمها جميل جدا، لان هي انت عارفه لما تحطي السمنه، معلقتين السمنه مع معلقتين الزيت دول زي ما تقولي ايه بيخلوا الورق ده متورق ويتقطع معاكي كده، ومتشرب بقى باللبن والحاجه الحلوه والبسطرمه والكلام ده كله، تبقى حاجه ممتازه صدقيني. وبعدين هنجيب اللحمه هنفرجيها كده، نوزعها على الصينيه. متحطيش اي سوائل دلوقتي، بس هنشوف هنعمل ايه. ربع كيلو لحمه يعملها لك ويبقى خليها لك زي الفل. نص ربع اللي انت عاوزاه اللي انت تحبيه. وممكن تعملوها باللحمه المفرومه سوري بالفراخ، صدور الفراخ برضه
تفرمي صدور فراخ وتعمليها زي اللحمه المفرومه كده، او تقطعيها شرايح زي الشاورما وتروحي حطاها بالشكل ده. انا حطيت في اللحمه هنا، قلت لكم ان انا حطيت فيها حته بسطرمه، اما قربت تخلص كده حطيت لها شعره ملح صغيره، عملت حساب البسطرمه ان هي هتحدقها شويه، وحطيت سنه ملح صغيره خالص، وحطيت حته بسطرمه. وهحط دلوقتي فيها زيتون، اقطع فيها زيتون اسود واخضر. بصوا اجيب من الكيس زيتون اسود شرايح واخضر، زيتون اسود واخضر شرايح. عشان ما احطش النص لوحده كبير يطلع في بق حد كده يزعجه، فبقطعها نصين على اساس ما يبقاش جامد في بق حد كده يطلع حادق ولا حاجه. بصي اهي، بصوا زيتون احمر اخضر واسمر او اسود. بيديها طعم وتيست جميل جدا جدا في الاكل كمان، مش قادره اقول لكم. ولسه بقى هتشوفوا كمان هرش على وشها هتلاقوها طلعت بقى. طبعا هي بتنتفخ عشان شويه البيكنج باودر والبيضتين واللبن، عارفه بقى. مش قادره اقول لكم والله طعمها جميل جدا وسهله جدا، والناس اللي ما بتعرفش تعجن هتستسهلها جدا. يعني احسن واضمن من عجينه البيتزا، لا تطلع رقيقه ولا تطلع تخينه. هي النص لفه على الطرابيه على الصينيه المتوسطه بتدي نتيجه جميله جدا، هتعتمدوها وهتحبوها جدا. بس عملت كده اللحمه وحطيت عليها زيتون وكل ده اهي. بصوا هاجي بقى النص التاني كده واعمله كده فوقيه، اجي النص التاني وافرفطه كده. بصوا 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 بصوا، بينزل بقى ورق رفيع مفرفط من بعضه كده. ده بقى لما بيشرب من السمن واللبن مش عايزه اقول لكم بتبقى جميله قد ايه، وتنفش كمان، وبتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. حلوه الصبح، حلوه بالليل، لو عملتيها وحطيتيها في الفريزر لاي وقت خارجه للشغل تاخذي منها في الشغل. لو عايزه تدي حد في لانش بوكس جميله جدا. وبيني وبينك برضو تعتبر اقتصاديه، والله اوفر من انك انت تعملي سندوتشات للكل. انت تعمليها للكل والكل يتعشى او يفطر، او تاخده في اللانش بوكس معاكوا الشغل ولا المدرسه ولا الكليه. لا جميله جميله جميله، هتعجبكم جدا. هي فعلا اختراع. انا من ساعه ما شفتها وعملتها بصراحه عجباني 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 جدا. وخلاص كده بنلم الحاجه بتاعتنا، وهنجيب التشريبه الحلوه بتاعتنا ديت وهنقلبها كويس كده. قلنا فيها تاني علشان الناس اللي بتنسى؟ قلنا فيها بيضتين ضربناهم بنقطه ملح، وعليهم كوبايه لبن، وعليهم معلقتين سمنه سايحين، وعليهم معلقتين زيت كده حلوين، وعليها شويه بيكنج باودر. بس يا ست الكل، حاجه بقى في ممتازه في منتهى الجمال. قلبيها كويس كده عشان ما تكونش ساقطه، يعني رقدت تحت كده. وتروحي بعد ما سويتي الصينيه كده وظبطيها، شفتي عاملاها ازاي؟ مفيش اي حاجه باينه ولا طالعه ولا كذا ولا كذا، وكله متغطي تمام. وتجيبيها بقى كده ترشي كده بالراحه، تنزلي في الجناب كده، تحطي هتحاولي تغطيها بيها كلها، مش تسقطيها في الجناب، خليها تسقط من فوق لتحت. هي كده كده مقطعه بقى، هيسقط من فوق على تحت، شايفين؟ لسه بقى هنرش عليها حاجات جميله جدا هيخليلك طعمها ده في حته تانية خالص. بصي يا ستي الكل، بصي كلها هتديكي تيست دلوقتي تحفه تحفه تحفه. حطينا فيها زيتون اخضر واسمر جوه. بصوا بقى كلها هتشرب من بعضها، مفيش حته مش هيبقى فيها، لان الكوبايه اللبن والبيضتين كافيين عليها قوي، ومعلقتين سمنه ومعلقتين زيت وشويه بيكنج باودر. اديني بعد لكم التشريبه دي تاني، لان التشريبه دي اهم حاجه في الموضوع. ايوه، نشوف بقى الحته اللي مش مليانه فيها تشريبه ونسقط بقى الباقي كده عليها
ونحاول نميلها كده وكده علشان الكل يشرب وتبسط. اهي بصوا عشان تبقى كلها شاربه ومتنغمه في الايه، في التشريبه. حلو الكلام، حلو الكلام. اروح جايه بقى عندي احط بقى اللي انا عايزاه. حطي حبه البركه. انا هحط جبنه رومي مبشوره. بصوا جبنه رومي دي مبشوره، حاجه نظيفه وجميله تحفه. بصي بقى تحطي بقى كده على وشها، ترشي بقى كده، ترشي كده، ترشي على وشها كده جبنه الرومي المبشوره دي. مش عايزه اقول لك بقى طعمها هيطلع عامل ازاي. وجنبي بسطرمه كمان، ممكن احط حتت بسطرمه تاني على وشها. مش عايزه اقول لك بقى الطعم والريحه يعني اللذاذه كلها احسن من اي بيتزا. وانت عارفه يعني هم بره في الغلا ده هيحطوا لك حاجات شكلها ايه ولا اي كلام. طبعا في الغلا ده كل ما يكتر الغلا كل ما يكتر الغش. خلي بالكم في الموضوع ده. واحنا دلوقتي الحاجه غاليه موت، فطبعا لما تعملي حاجه عندك انت في البيت هتبقى اوفر وضامنه ان هي انضف بكتير بكتير بكتير. بصوا انا مش هكتر بقى بسطرمه لانها هتنشف على الوش. انا حاطه في القلب، هضغط بس عليها ضغطه كده على البسطرمه. ليه بقى؟ عشان البسطرمه تتبلل من السائل ده ما تتحرقش. عرفت بقى؟ لازم الواحد يفكر شويه، عشان البسطرمه دي لو دخلت كده هتنشف على الوش. لكن انا بحاول يعني اسقطها شويه كده في السائل بالمعلقه علشان ما تتحرقش. وهروح اوديها الفرن على درجه حراره، الفرن شغال من قبل كده ب10 دقايق على درجه حراره 180، واسيبها قيمه تلت ساعه او نص ساعه واشقر عليها لحد ما تستوي وارجع لكم ان شاء الله تاني. اي منظرها بعد التسويه، جميله وريحتها جميله جدا، والحشوه فيها بصوا عامله ازاي. بصوا مورقه ازاي من كتر السائل اللي حطيناه فيه، سمنه ولبن وبيض، مخليها مغذيه جدا وتحفه جدا. وطعمها وريحتها هتعجبكم جدا جدا جدا. واتمنى تشيروها ان شاء الله ما بينكم وما بين اصحابكم، يعني علشان يعملوا الحاجات الموفره دي في البيت لاولادهم، لان الحاجه دلوقتي بقت غاليه. واتمنى ان شاء الله تعجبكم، واشكركم والى اللقاء.